حجز أكبر قاعة أفراح موجودة في مصر علشان يعلن عيد ميلاد ابنه. ماشي يصوره كل الوقت، والجمهور بيقوله هيطلع عنده توحد زي أخته الكبيرة. يا ترى إيه اللي حصل بعد عيد ميلاد ابن أحمد حسن؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. أحمد حسن وزينب رجعوا من تاني حديث السوشيال ميديا بعد غياب لشهور، لكن المرة دي رجعوا بقوة وبترند جديد، لدرجة إن الجمهور ما كانش مصدق اللي عملوه. الحكاية بدأت لما ظهروا من شهور يقولوا إنهم هيعتزلوا السوشيال ميديا، وده بعد ما اكتشفوا إن بنتهم إيلين عندها مرض نفسي خطير، وكل ده بسبب التصوير وهوس الشهرة بتاعهم. من أول يوم اتولدت فيه وهم بيجروا وراها بالكاميرا وبيعملوا فيها مقالب ما بيستحملهاش حد كبير. بس الجمهور قال أديهم اتعلموا من غلطهم علشان يرجعوا لنا من تاني بعيد ميلاد ابنهم أيان. أكبر عيد ميلاد في العالم، حجزوا له قاعة أفراح وأوضة في فندق 10 نجوم علشان يجهزوه، ومش بس كده، اتفقوا مع أكتر من 10 مصورين يجوا علشان يصوروا الحدث ده. عزموا كل مشاهير السوشيال ميديا وكانوا عاملين وليمة أكل كبيرة جدا. لكن المشكلة ما كانتش في كل ده، المشكلة كانت لما إيان ظهر في الصور كان باين عليه نفس أعراض التوحد اللي عند أخته إيلين. على الرغم من كده هم بيجروا وراه وبيصوروه ومش هاممهم أي حاجة تانية، مع إنه من شهور الدكاترة حذرتهم إنهم يعملوا كده مع ولادهم، وإن ده ممكن يدخلهم في حالة خطر. الناس كانت مصدومة فيهم، خاصة إنهم كانوا شايفين إنه مش فارق معاهم ولادهم، ولا حتى حابين يحتفلوا معاهم بالطريقة اللي تناسب سنهم وحالتهم النفسية. كل اللي بيعملوه إنهم يعملوا شو علشان المشاهدات، ده غير إنهم شايفين إنهم صرفوا آلافات على العيد ميلاد في الوقت اللي كان ممكن إنهم يصرفوا الفلوس دي على علاج ولادهم. الناس اتقسمت لجزئين في الترند ده، في اللي دافع عنهم وقال إنهم أحرار في الأول والآخر دول ولادهم وهم مسؤولين عن تربيتهم بالطريقة اللي تناسبهم، وهم مش أول ولا آخر ناس يعملوا عيد ميلاد ضخم بالشكل ده. وفي اللي صمم على رأيه إنه ينتقدهم ويقول إنه هوس الشهرة عندهم أهم من ولادهم، وإنهم عارفين إن الولدين عندهم توحد، رغم كده حبوا يعملوا عيد ميلاد كبير علشان يتصدروا الترند والكل يرجع يتكلم عليهم من تاني. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين فعلا إنهم مش مهتمين بولادهم على حساب الشهرة والفلوس؟ شاركونا رأيكم وتعليقاتكم في الكومنتات.